Okay, hi. Today's lesson is about crime. درس النهاردة عن الكرايم. اوكي، والكرايم اللي هي الجريمة والكلمات اللي بتوصف الجريمة in English. Alright. ومعناهم طبعا بالعربي. Alright, the first word that we have النهاردة اللي هي robbery. ورobbery اللي هي السرقة. طبعا في أنواع كتير قوي من السرقة. كل حاجة ليها اسم ووصف. robbery اللي هي السرقة ولازم يكون فيها ضحية. بمعنى مثلا ان انا وفيها نوع من انواع الخوف والفزع للفيكتيم ده او للضحيه دي. بمعنى مثلا ان الحرامي ده لو دخل البنك طبعا الناس كلها بتخاف، بيدخل برشاش او بجان او whatever، فالناس هنا بتحس بفير. ده روبري. ان انا مثلا اسبب فزع في الشارع واخد من الناس فلوس، دي روبري. اوكي، روبري هنا بتستخدم لما بيبقى فيه usually a victim. ده الفرق بين robbery و theft. theft مش بالضرورة ان يكون فيه victim. يعني مثلا هنا في الصورة هو بياخد حاجة من متحف something valuable، هو دخل خدها وخرج، دي theft، دي سرقة. اوكي. theft طبعا تحت الثفت بيقع كذا حاجة، منها مثلا النشل وكده، لان الراجل ما بيبقى او الضحية او الفيكتيم ما بيبقاش حاسس بالخوف او شايف الحرامي هو بياخد منه الحاجه دي، فدي ثeft. ده الفرق بين الثفت والرابري. alright. طيب تالت حاجه عندنا اللي هي البرجلري اللي هي سرقه البيوت او الشقق. اوكي، واللي بيعمل كده بيبقى اسمه برجلر. الحرامي بتاع البيوت اسمه برجلر. اوكي. بعد كده عندنا mugging اللي هو بالعربي التثبيت. using violence العنف to steal from somebody in a public place. واحد بيوقف حد، بنت، ولد، ناس، اي حاجة في حتة مقطوعة شوية ويقول له طلع اللي معاك، دي mugging. الشخص اللي بيحصل فيه كده اسمه mugged، بيبقى mugged. I'm sorry. فمثلا نقول مثلا my cousin was mugged on his way home yesterday. ابن عمي اتثبت امبارح وهو مروح، mugged. اوكي، طبعا it is called mugging. بعد كده shoplifting زي ما انتم شايفين البنت في الصورة، هي بتاخد حاجة من المحل بتحطها في شنطتها، اللي هو stealing things from a shop while it's open. مش لازم تحطها في شنطتها، يعني مثلا ممكن في ناس بتدخل البروفا وتلبس كذا حاجة فوق بعض، ده نوع من انواع الشوبليفتنج. اوكي، اللي هي ناخد حاجة من المحل ونطلع من غير ما نحاسب. اوكي. بعد كده smuggling اللي هو التهريب، بس تهريب بمعنى ان it has to be something illegal، حاجة غير قانونية ما ينفعش تدخل البلد. يعني مثلا لو انت جاي من دبي وجايب لك موبايل معاك وانت راجع، this is not smuggling ان انت مدخل مثلا هيروين، حاجة نوع من انواع المخدرات، حاجة مش المفروض تدخل البلد. يعني مثلا مدخل موبايلات بكميات كبيرة قوي للمتاجرة، مدخل ذهب، في كذا مثال، يعني مهرب هدوم بقصد التجارة، دي كلها نوع من انواع السماجلينج اللي هي التهريب. والشخص اللي بيعمل كده اسمه smuggler. اوكي، وزي الديفينيشن ما هو مكتوب taking things illegally from one country to another. kidnapping اللي هو الخطف. taking a person by violence often in order to get money for returning them. تخطف حد علشان تطلب عنه فلوس. kidnapping اللي بيعمل كده اسمه kidnapper، اللي بيتخطف اسمه kidnapped. تمام. عادة الكيدنابر ده بيخطف حد عشان عايز فلوس، الفلوس دي اسمها فدية in English اللي هي ransom. اوكي، ransom RANSOM. طيب بعد كده في terrorism اللي هو الإرهاب. the use of violence such as bombing التفجير، shooting إطلاق النار، أو كذا حاجة تانية for political purposes. usually اللي بيعمل إرهاب ده بيبقى لسبب سياسي، واللي بيعمل الحاجات دي اسمه terrorist، إرهابي. looting انا مش عارفه لها او مش جاي في بالي دلوقتي ليها معنى بالعربي، بس looting يعني stealing from shops or homes that have been damaged in a war, natural disaster or so on. طيب في حالة ان في مثلا حرب او في كارثة طبيعية، زلزال، فيضان، اي حاجة من الحاجات دي، او مثلا زي ايام الثورة، بيحصل ان في مثلا صاحب محل شاف اي هجوم جاي عليه او ضرب نار فبيطلع يجري من المحل، فبتفضل بقى بعد كده البضاعة. صاحب المحل جري، في ناس بقى حرامية تخصصها تنزل تسرق البيوت والشقق والمحلات بعد احداث العنف او بعد الكوارث الطبيعية، تاخد اللي جواه، ده looting. اوكي. vandalism اللي هو التخريب عن قصد. intentionally damaging public property or property belonging to other people، اللي هو مثلا زي ما هو بيعمل كده، بيرش على الحيطة
عنده ديسك مثلا في الكلاس بيكتب عليه، عمود نور بيشخبط عليه بيقطع السلوك اللي فيه، كل دي نوع من انواع الفانداليزم. الفانداليزم مش لنا اشخبط، الفانداليزم هو تخريب اي ممتلكات مش بتاعتي، سواء بتاعت حد اخر او public property، ممتلكات عامة. arson اللي هو to set something on fire to damage it or destroy it، اللي هو ان احنا نولع في مبنى بغرض احراقه. فاي حد بيولع في مبنى او في مكان بقصد ده arson. تمام. في شركات بتعمل مثلا كده قبل نهاية السنة المالية علشان ما يبقوش مشكلة في الجرد مثلا. يعني احنا اصلا arson مش common قوي في مصر، بس some people do it يعني. murder اللي هو killing somebody intentionally، اللي هو قتل مع سبق الإصرار والترصد، ده المurder. في نوع آخر من القتل اللي هو manslaughter اللي هو القتل بدون قصد. يعني مثلا أنا I read a story once، واحدة ست كانت واقفة مع جوزها في المطبخ، فبيقول لها ناوليني السكينة، I'm sorry about the pop-ups، بيقول لها ناوليني السكينة، قامت حتفها جت في رقبته، طبعا نزف لحد ما مات. هي ما كانش قصدها تقتله، but this is a kind of manslaughter، قتل بدون قصد او عن غير عمد يعني. انما الميردر اللي هو تقتل حد intentionally. تمام. bribery اللي هي الرشوة، doesn't have to be money, it could be anything، يعني ممكن presents or so on. alright. طيب fraud اللي هو النصب. اوكي و that's it. alright. الفراد طبعا مش لازم يكون نصب أذن، ممكن مش لازم يكون نصب أذن مثلا إمضة متزورة، ممكن يبقى مثلا حد حط ورقة مكان ورقة. دي كلها نوع من أنواع النصب. fraud obtaining money illegally usually by using clever and complicated methods، أساليب ذكية ومعقدة إنك تتحايل على القانون عشان تعمل حاجة أنت مش المفروض تعملها، دي الفراد. okay. committing fraud ده الverb. okay. thank you. I hope you've enjoyed this.